انا قاعد ولا بيا ولا حواليا، اتصل بيا اخويا احمد سعد قال لي تعالى انا عازمك على كبده جملي في كرداسه. روحنا مطعم البركه اللي في كرداسه، خدنا اخونا معانا سعد واخونا قبص. والصراحه اتفرجت على شو استقبال من الشيف ابراهيم، عالمي عالمي بجد. طبعا كل الناس اللي تعرفني عارفين ان انا بحب الاكل جدا 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 يعني، فوق ما تتخيلوا. فاهمين يعني؟ في ناس بتعمل دماغ من السجارة، في ناس بتعمل دماغ من المخدرات، انا بقى بعمل دماغ من الاكل. المهم مش هطول عليكم، مش هحكي لكم قصة حياتي مع الاكل. احنا طلبنا 2 كيلو مشكل من الشيف ابراهيم، نزل بالسجق ونزل بالكفتة. هو الاتنين كيلو مشكل في حاجات كتيرة، في كبدة وطحال وكلاوي، في حاجات كتيرة انا الصراحة مش عارفها، بس انا الاكل كان جامد اوي يا جدعان. انا من كتر فاهم ما متخيل كده وبفتكر طعم الاكل، فاهم؟ انا اصلا ريقي بيجري دلوقتي وانا بتفرج على الفيديو. تخيلوا بقى وانا قاعد شايف الاكل ده بيتعمل قدامي وشامم الريحة الجميلة اللي طالعة منه. والصراحة كان استقبال الشيف إبراهيم كان حلو جدا، وكان سلس كده وبيضحك ويهزر معانا. المهم برضو ان الاكل كان جامد قوي يا جدعان. يعني انا انصح اي حد يروح ياكل كبده جملي او مشكل من كرداسه. هنا الشيف ابراهيم طلع الاكل كله عشان يديني فرصتي، وقال لي قوم اديك فرصتك. هقوم انا بقى واخد منه بقى الصينيه بقى وانزل بالاكل واخرب الدنيا دلوقتي. اتفرجوا عليا بقى في الحته اللي جايه دي، عشان انا هكسر الدنيا. يعني هخلي الشيف ابراهيم خلاص كده يروح بيته، مش هيشتغل النهارده. زي ما انتوا شايفين عالمي عالمي بيقلب الاكل. بصوا اصلا الرميه بتاعت المغرفه اللي انا عملتها. بصوا التقليبه لوحدها حكايه اصلا يعني. لولا انا حطيت التاتش بتاعي في الاكل، ما كانش الاكل ده طالع حلو صدقوني. انا عارف انا بقول لكم ايه. وهنا قمت معلي النار. يا جدعان برضه مش هزار، مش بهزر والله. انا برضه بقالي سنين في المطبخ يعني، اوعوا تفتكروني بحب الاكل بس، ده انا عالمي في الاكل كمان. احنا مع الشيف رشاد في كرداسه. تعالى على المطعم اسمه ايه؟ تعالى ما اقولكش. مطعم البركه جايين في مطعم البركه ناكل كبده جملي. والشيف ابراهيم واخونا اللي جايبنا احمد سعد، والشيف قبص اللي هو بيقول لي علمني مش عارف علمني ايه. تعالى اخويا. وهنا هو مرجع المايك تاني للشيف ابراهيم. خلاص كده دوري انا هنا خلص. وهم مصور اخويا سعد بقى واخويا احمد سعد واخويا قبص، هم قاعدين بيتفرجوا على الاكل وهو بيتعمل. وهنا الشيف ابراهيم هيقوم نازل بالقوطه. عايز اقول لكم انا كنت شامم ريحه قسما بالله، ريحه خطيره يعني. انصح اي حد عايز ياكل كبده جملي يروح كرداسه مطعم البركه. وهنا يقوم حاطط التوابل بتاعته. يعني الاكل كان ريحته جامده قوي يا جدعان بامانه. هنا هينزل بالكبده. الكبده بتنزل اخر حاجه عشان الكبده بتستوي بسرعه، عشان ما تتهريش. لو كانت نزلت الاول كانت هتتهري وهي بتتعمل، فلازم تنزل اخر حاجه. انا ليه عمال يجري يا جدعان والله يعني بجد الاكل كان ريحته ادمان. تخيلوا كده انا قاعد كل ده بتفرج على الفيديو وبمنتجه، وهي عمال يجري وجعت اصلا من الفرجه. بس اما لما انا كنت قاعد قدامه كنت عامل ازاي؟ صدقوا بالله اقسم بالله انا عايز اروح اكل تاني هناك. الاكل يا جدعان كان طعمه خطير بجد. وهنا بقى يوم احمد سعد بقى يعمل لي فيها الشيف نشأت، ولا مش عارف الشيف اسمه نصر دوت. انت هتعمل حاجه تاني كده؟ طبعا بقى ما ينفعش بقى، لازم اقوم بقى اخد فرصتي بقى. انا بقى احط التاتش الاخير بقى عشان الاكل بقى يظهر طعمه بقى. ما هو برضه بيقول لك الاكل نفس. فانا بقى نفس اما تيجي كده في الاكل بقى طعمه جامد جمدان ما اقولكش. وهنا الشيف ابراهيم قال لي انت احلى شيف في مصر. قلت له لا، ده انت اللي احلى شيف في مصر يعني. ويقوم مديني بقى اقعد ويقوم مديني تسلم ايدك الشيف ابراهيم. يا نهار ابيض يا جدعان على الجمدان بجد. وهنا قمت جايب اخويا سعد واخويا احمد سعد. وهنا بص قاعد وبيجري اهو. جاع اقسم بالله، جاع جدا، كلنا جوعنا بجد. بس احنا كنا مستنيين السمان. وهنا السمان جه بقى ووسع كده. وسعد ابو اسكندر بيقول لي في الاكل. قلت له لا الصراحه الاكل هنا جامد جدا، والشيف ابراهيم عامل لنا احلى اكل الصراحه. وهنا الشيف ابراهيم هيقول لنا شكرا شكرا شكرا. وبس كده الفيديو خلص، واتمنى كل الناس تروح تاكل من هناك. والاكل كان جامد جدا الصراحه.